المنطقه ما ترضى، هذا السيد يروح لدار المسنين، ما يعبر للولايه ما يخلونه، مو يعني يخافون عليه، هذا الشارع ما يخلونه، كل شيء متوفر له. هذا الوضع مالته، وشفنا هاي غرفته، وشفنا هذا الاكل هنا من المزبله، قلنا ما معقوله يعني هيك حاله، خلينا نتلاحقها واجينا. لما اجينا طلعت الاخوان هنا الله يحفظهم اهالي المحاجير، الاخوه حسينيه موكب بحامي الشريعه قايمين بواجبه، وهاي هيك مجرد يعني خاله مال زباله، والا هو السيد يعيش براحه ويعيش بحياه رفاهيه ويا الناس الخيره. اجورنا واجوركم باستشهاد رسول الله الاعظم محمد صلى الله عليه واله وسلم، واليوم يعني من قضاء المناظر وخاصه يعني القريبه على سيطرة غماس، كانت اكو حالة انسانية نشرت قبل قليل بانه رجل كبير بالسن يسكن هذه المكان او هذه يعني المكان بالتحديد. تبين ان هذه الحالة موجودة لاكثر من 50 سنة، اللي هو اسمه سويد او سيد سويد العرقاوي. حقيقة انتابني الامان والطمأنينة من لقيت الحالم ابو محمد اللي انا اعرفه شخصيا لفتره طويله ولانسانته. السلام عليكم ابو محمد. وعليكم السلام. الله يحفظك. ابو محمد باختصار عن حاله سويد. السيد سويد نعم قديم في هذه المنطقة، نعم. أكثر من 50 سنة موجود في هذه المنطقة. نعم. وكل أهل المنطقة ما بقصرين عنه نهائيا. نعم. قايمين بواجبه، بملابسه، بتنظيفه، بسبحه، بكل شيء، كل المنطقة يعني مو بس يعني أنت بعدك صغير هو موجود. اي أنا وعيت بالدنيا هو موجود في هذه المنطقة. نعم. وهذه هي منطقته، وهي احنا مسوين له غرفة هنا ينام بها، واحنا هنا قايمين بواجبه. هو شنو اللي عنده مرض ابو محمد؟ عنده يعني مختل عقليه. نعم. كهرباء تخافون من عندها؟ تخاف من عندها لان لا نقدر نحط له كهرباء، هو بالليل هنا يفرشون له بالليل وينام. نعم. وبالنهار موجود بالحسينيه وهنا، واحنا قايمين بواجبه ما محتاج كل شيء. يعني ما محتاج لا اكل ابد كل شيء ما محتاج، منطقه ما مقصره بالكامل المنطقه مو بس يعني المنطقه تستتاب بوجه الله تعالى عن طريق السيد. هو سيد محترم وفقير وقائم الوادم به. والشيء اللي يتناقل بينه هو محتاج او شيء، هو اصلا حتى الفلوس اللي ياخذها يمزكها ويذبحها. والله هسه احنا هاي الحسينيه مفتوحه 24 ساعه. تجي زوار تعطيه فلوس وهو يمزكها ويذبحها، شو يسوي بالفلوس؟ والناس ما مقصره وياه. والملابس حتى الملابس هاي هو يعني لازم يشكها، شيء يسويها قصيره ما يخلي. يعني انت جايبها جديده مو بس انا اجيب له، والله ماكو واحد يجي ما يجيب. نعم. فما محتاج كل شيء. خلينا نشوف ابو ضرغام انت شفت الحاله؟ والله حقيقه احنا قبل ربع ساعه شفنا الحاله بالضبط. نعم. وخلال ما شفنا الحاله استجابه فوريه خابرت الاخ احمد الاعلامي، وجينا لهالمكان نريد نشوف الوضع مالته شنو. فمن شفنا الوضع طلع هو مدلل، عندهم اكثر ما عندنا، عند الناس الخيره والشرف. وعينا بالدنيا هو هنا هو موجود. والله العظيم وبيوت. والله حقيقه سرنا هذا الموضوع من شفناكم هيك. الله يحفظكم. البيوت باين يعني واحد من البيوت يطلب بيته. نعم والله العظيم ما كان ما واحد من البيوت يعني هو مو غريب. انا هنا حقيقه واليوم يعني ذكرى استشهاد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. انا اول مره اشوف حاله الناس تهتم بيها مثل ما تهتم بعائلتها. لا والله نروح دار المسنين نلقي اباء وامهات مشمورين. صح والله. بس من نلقي حاله هيك ابو ضرغام حقيقه والله العظيم انا هسه شعور بداخلي لا يوصف. لحاله سيد سويد حاله حقيقه الاهالي مهتمين به اهتمام خاص ورعايه خاصه، لا محتاج فلوس ولا محتاج ملابس، يعني حتى الملابس اللي يطلعها جاي يعني يمزكها ابو ضرغام لان وضعه الصحي مو تمام، فهو ما محتاج اي مساعده، كون الناس اللي موجودين هناك ناس اجاويد وناس حقيقه معتنين به اعتناء خاص.